المنتخب الأولمبي يتغلب على يعني المنتخب الأولمبي البرازيلي بهدف لا شيء. تغلب المنتخب الأولمبي لكرة القدم بهدف نظيف على نظيره البرازيلي في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم في مدينة فاس على أرضية ملعب فاس. وعرفت دقائق الربع ساعة الأول ضغطا هجوميا من جانب المنتخب البرازيلي بطبيعة الحال، يعني تكتيك يعني باش يعني يلعبوا على خاطرهم من بعد، وهو هذاك الهجوم في الأول يعني باش يربكوا يعني المنتخب يعني الأولمبي المغربي. على معترك المنتخب المغربي تعاملت معه عناصر الأخير بالشكل المطلوب من الناحية الدفاعية. أكيد يعني كل منتخب عنده التكتيك ديالو، اكيد يعني المدرب ديال المنتخب الاولمبي غادي يكون فاطن لهاد المساله هادي، وغادي يكون قراهم اشنو السيناريوهات اللي ممكن تطرح لهذا، يعني باش ما يدهشوش. وغابت المناورات الهجوميه من جانب المنتخب المغربي طيله فتره الجوله الاولى، اذ بقيت التحركات الهجوميه لرفاق شادي رياض محتشمة لتنتهي تفاصيل الجولة الأولى بالتعادل السلبي. ومع بداية الجولة الثانية تحرك الخط الأمامي للمنتخب المغربي بخلق مناورات هجومية في الدقيقتين أوليين قبل أن تتوقف المباراة لما يقرب 15 دقيقة بعد انقطاع التيار الكهربائي. واو واو, واو. كارثة حقيقة. وتحسن الأداء الهجومي للمنتخب المغربي خلال دقائق الجولة الثانية من خلال خلق مناورات هجومية أقلقت راحة الدفاع وحارس المنتخب البرازيلي قبل أن ينجح اللاعب زكريا الوحدي في هز الشباك ومنح التقدم للمنتخب المغربي بتسديدة مركزة من خارج المعترك في حدود الدقيقة 73. وإلى مقطع آخر ودمتم في حفظ الله.